اليوم رح نعمل أطيب مكبوس دجاج كويتي، والطعم يا جماعة جدا خرافي. فيلا نشوف الطريقة. حبة بصلة وبندورة والمطيبات رح نقلبهم بالزيت دقيقتين، بعدين رح أضيف عليهم الدجاجة دقيقتين على كل جهة، بعدين بننزل المي، منشيل الزفرة، منضيف الملح والفلفل الأسود ومنخليها على نار هادية لتستوي تماما، وبعدين منتبل الدجاجة ومنحمرها، ورح أكتب لكم مقادير التتبيلة. وللحشو رح نحتاج 4 بصلات، وما رح نضيف زيت بهالمرحلة، حنضيف كوب مرقة بالتدريج لا يتكرمل عنا البصل ويتغير لونه، بعدين بنضيف معلقتين زيت، كوب من النخي أو الحمص المجروش منقوع ساعة ومسلوق نص سلقة، كوب زبيب منقوع، رشة ملح، رشة من الفلفل الأسود، معلقتين صغار لومي مطحون، رشة قرفة ورشة كركم. بقلبهم 4-5 دقايق لتتجانس كل النكهات. بشيل الحشو، بخلي ربع الكمية بالطنجرة، وبنزل عليها معلقتين كبار سمنة ومعلقة كبيرة توم مهروس، بقلبهم دقيقتين، وبعدين بنزل كوبين رز مغسول غير منقوع، بقلبه تقليبتين، بعدين بنزل 4 أكواب من مرقة الدجاج. بس يتشرب الرز المرقة رح ننزل منقوع الزعفران مع معلقة كبيرة من ماء الورد، ومنرجع الحشو ومنخليها على نار هادية لتستوي تماما. وقت التقديم منشيل الحشو على صحن على جنب، مننزل الرز، بعدين الحشو والدجاجة، ومنقدمها مع الدقوس. جدا شهية، جربوها وعليكم بالعافية.